اي لغه يا صاحبي بتتكون من 6 مستويات. الاي 1 و 2 دول يعتبروا مستويات البدايه، اما البي 1 والبي 2 هم دول المستويات المتوسطه، والسي 1 والسي 2 دول المستويات المتقدمه في اي لغه. وباذن الله فيديو النهارده هنتكلم عن البي 1. مستوى البي 1 هو نقطه تحول في اللغه الالمانيه، انك انت بقى كنت واحد المفروض بادئ لسه تتعلم لغه لواحد بيعرف يتواصل كويس جدا مع الاشخاص اللي حواليه وبيعمل محادثات طويله كمان، وتقدر من المستوى ده تفتح مواضيع عامه وتتكلم عنها. يعني مثلا تقدر تتعامل في المواصلات، في الشوارع، في السوبر ماركت مع الجيران. طيب هل المستوى دوت كافي ان انا اقدر اسافر واشتغل؟ ايوه يا صديقي، عشان تقدم على الفيزا وتعرف تيجي بيها المانيا، سواء هتيجي على قبول مشروط، على اوزبيلدونج، على اي نوع فيزا، اقل حاجه في السفاره هو البي 1. وغير كده ان في كتير من الناس بيسافروا المانيا عشان يشتغلوا بالبي 1. والله بيبقى هو كافي فقط في بعض وظائف اللي هي العاديه. يعني مثلا لو انت بتشتغل شغلانات عاديه في المانيا زي كاشير، شغال في مطعم، مبيعات، تطوع او تدريب، تقدر تتعامل بيه عادي. انما بقى لو تخصصات متخصصه زي الهندسه والطب واي تخصص تاني خالص متقدم محتاج دراسه علميه، بيبقى لازم من البي 2 للسي 1 وساعات اكتر من كده كمان، وده باختلاف الشغل والتخصص. كل تخصص بيطلب مستوى معين. طب انا لو دراسه لازم اتعلم الماني، يعني ما ينفعش ادرس باي لغه تانية؟ لا، انت بتختار عادي، ممكن تدرس بالانجلش، ممكن تدرس بالجيرمان او الدويتش. بس دراسه الانجليش زي ما احنا عارفين وعرفنا من الفيديوهات بتاعت القناه كلها ان انت لازم توفر شهاده تويفل او ايلتس او اي شهاده تانية معترفه لدى الجامعه ولدى السفاره عشان تقدر تقدم بيها. في شهاده احنا عرفنا عنها اسمها موي ميديوم او انستراكشن. الشهاده ديت تقدر انك تقدم بيها انك درست قبل كده الدراسه السابقه بتاعتك بالانجلش عشان تقدم وتيجي هنا في الجامعه والسفاره بتقبلها. ده لو دراسه. لو انت عايز بقى تشتغل في المانيا، سواء الشغل دوت جانب الدراسه او شغل ده بعد الدراسه، وكمان بتفكر مستقبليا انك تعيش في المانيا وتستقر فيها، خاصه مع الالمان نفسهم بيعتزوا بلغتهم جدا، يبقى انت يا صديقي لازم 100% تتعلم الماني. والدراسه في المانيا في اغلب الجامعات بتبقى طالبه منك انك انت تكون معاك مستوى بي 1 في الالماني، لكن ده عشان يدوك قبول مشروط، وقبول المشروط تقدر انك تيجي المانيا بيه وتكمل هنا بي 2 والسي 1 لحد ما توصل للمستوى المناسب انك تخش امتحان بيس ها، تيست داف او تلك او جوتا اللي هم عايزين فيه سكور معين. لو انت حققت السكور ده هتعرف تخش البرنامج وتسجل فيه وتعمل انرولمنت في الجامعه وتروح على طول على التخصص بتاعك مباشرة، تبدأ على طول تبقى طالب في الجامعة لما توصل للمستوى المطلوب. طب انت شفت الحلقة اللي فاتت اللي عملتها عن ال A1 وال A2؟ ايه الفرق ما بين ال B1 والمستويين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده؟ بص يا سيدي، المواضيع او التيمن في المستوى ده مختلفة شوية، بتخليك تتعمق اكتر في اللغة وبتقدر تتكلم بشكل احسن، زي مثلا البيئة والتلوث، الشغل والمهن، الفن والاحتياجات الخاصة، الجسم وصحة التغذية بتاعته، الفلوس والاقتصاد، ومواضيع تانية كتير ممكن تتكلم عنها، فبتتعمق اكتر. اما بالنسبه للجرامر فبتقدر انك تركب جمل صحيحه كبيره شويه عن اللي انت كنت بتعمله في الا 1 و 2، فيها تركيب وبلاغه لغويه احسن بكتير. لما انت مثلا بتبدا بالا 1 تقول ich wohne in Alexandria، يعني انا بعيش في اسكندريه. لما تخش على الا 2 هتزود شويه ich wohne seit 2 Jahren in Alexandria weil ich hier studiere، يعني انا بعيش بقالي سنتين في اسكندريه عشان هنا بدرس. وهنا بنبدا نستخدم في الاتسفاي شويه روابط زي الفايل والفين والديسهالب. نبدا نعرف الفرق ما بين الهاوبتزاتس والنيبنزاتس، المشكله اللي بتخلف الدماغ وانت بتتعلم اللغه، ودي بتكون معانا في الاتسفاي وتمشي تكمل في البي 1. الهاوبتزاتس دي الجمله العاديه اللي احنا عارفينها، بتكون جمله مستقله كامله تقدر تفهمها لوحدها من غير هي نفسها ما تحتاج جمله تانية. والفعل في الجمله الاساسيه او الرئيسيه اللي هي هاوبتزاتس بيجي في مكان رقم 2 زي اي لغه. انا اذهب I go ich gehe، فبيجي تاني ترتيب في الجملة. اما بقى النيبنزاتس اللي هي جملة فرعية، ودي مشكلة من المشاكل اللي بتواجه اي شخص بيتعلم لغة ألمانية، ان الفعل بيجي في اخر الجملة. دي جملة مش مستقلة، يعني ما ينفعش تبقى لوحدها، لازم تبقى معاها جملة تانية، جملتين مع بعض. فالنيبنزاتس لازم تكون مرتبطة بهاوبتزاتس تانية. ich gehe ins Kino weil ich einen Film sehen möchte، يبقى انت كده عندك مشتو ده في اخر الجمله خالص. ولما بقى انت بتوصل لبي 1 وعايز تحسن شويه من الكلام اللي انت بتقوله، بتزود ايه بقى؟ Ich wohne seit 2 Jahren in Alexandria, weil ich studiere und hoffe in der Zukunft nach Deutschland zu ziehen. وهنا نقدر نزود اننا بنتكلم في المستقبل والنية. فتعبير in der Zukunft اللي هو انت بتشيل المستقبل في نيتك في المستقبل. وكمان استخدمنا الفعل زائد to ان انا move in او ان انا
انقل حياتي لألمانيا، وبعد كده الفعل يبقى انت زودت حاجة كمان، ده للتعبير عن نيتك انك انت عايز تنقل لألمانيا. وهتتعلم برضو في البي اينس اتخنباره فيربن، وهي الافعال المنفصلة زي aufstehen وeinkaufen. مش لازم تحفظهم كلهم على قد ما لازم تحفظ بداية الافعال. معظم الافعال المنفصلة اللي هي ترمباره فيربن ليها بدايات واضحة زي auf, an, aus, ein, mit, for, to. وهنا برضو في افعال مش منفصلة untrennbare Verben زي be, ge, fair, sehr, imp ومس زي verstehen, besuchen. وهتتعلم برضو النفي في اللغة حاجتين، يا اما kein يا nicht. kein بتنفي الاسماء، nicht بتنفي الصفات والافعال. وفي البي اينس بيبقى الموضوع مركب شوية زي weder noch. ich habe weder Zeit noch Lust، يعني ما عنديش لا وقت ولا رغبة ان انا اعمل حاجة ديت. او ممكن كمان تنفي بزيادة nicht nur sondern auch. Ich bin nur müde sondern auch hungrig، يعني انا مش بس تعبان انا كمان جعان. فانت هتتعلم شوية حاجات مركبة مش بس النفي البسيط. في المستوى ده تقدر انك توسع حصيلتك اللغوية بشكل كبير جدا، خصوصا في الكورسات اللي بتقدمها أكاديمية أوفجيتس. بتقدم لك كورسات كونفرزاسيون وكورسات تانية ديسكوسيون روندا اللي تقدر تتكلم فيها وتقعد ترغي لغاية لما توصل للمستوى اللي انت عايزه، وتحسن فيها المحادثة عندك والنطق الألماني عندك يتطور أكتر وأكتر. وعندهم كورسات لجميع المستويات، يعني المحادثة في جيبك كده كده، تقدر انك انت تبقى تتكلم فليسند بعد فترة جدا ما تتعلم معاهم. وفي حاجات تعلمك اكتر كمان عن الالماني في المستوى البي اينس زي القصص والمقالات، وكمان ممكن تستخدم شوية قواميس تجمع فيه كلمات حلوة قوي. لكن لما تيجي انت تقرا مقالة مش لازم تركز عليها كلمة كلمة، الاهم انك تفهم السياق العام بيتكلم عن ايه، وتعرف القصة او الهدف المقالة نفسها هو ايه. تقعد تتفرج على افلام ومسلسلات بالالماني وتقعد تحط الترجمة تحتيها بالالماني عشان تثبت الموضوع اكتر، وده بيخليك تسمع وتتعود على طريقة كلامهم. فالمستوى ده انت مؤهل انك تشتغل بيه، بس مش الشغلانات المعقدة. واهم حاجة انت بتعرفها في المستوى ده ازاي تكتب ايميل وتستخدمه في شغلك لو انت عايز تبعت ايميل لحد، او انك انت تقرا الايميل اللي بيجي لك حتى، وتقدم على بيفيربونج او دراسة، يعني تقدم على وظيفة او دراسة، وتبدا الايميل بتاعك بزي جريتا هي او فراو ich schreibe Ihnen bezüglich، وتبدا وتتكلم بقى انت المفروض عايز تتكلمهم عن ايه. يعني انا بكتب لك او بكتب لك عشان، وتبدا بقى تتكلم، تعرف ان دي البدايه المفروض تبدا بيها، وتفهم ايه التعبيرات اللي انت تتعلمها في البي اينس تعبر بيها عن نفسك وعن الكلام اللي انت عايز تقوله. وتكتب مثلا vielen Dank im Voraus für Ihr Antwort، بحيث انك تقول لهم thank you in advance for your answer، او تحاول تتكلم انت بالطريقه دي في الاخر، عشان ده مستوى مهم جدا يا جماعه. اوعى تفوته، اوعى تكروته وتذاكره بسرعه. لا، البي اينس ده اساس الالماني بالنسبه لي، هو اهم مستوى في الست مستويات كلهم. بعد كده في اخر ايميل هتكتب ميت فرويندشن جروسن، وتكتب الانترشريفت بتاعك اللي هو السيجنتشر او الامضه بتاعتك. ولما تحب تعبر عن رأيك ممكن تقول مثلا زي كلمة meiner Meinung nach، يعني رأيي عن كذا، وتتكلم عن رأيك. وكمان النص نفسه اللي بتكتبه في البادي أو في القابة بتاع الإيميل نفسه هو بيبقى مترتب. بتبدأ بتسؤرست اللي هو في البداية بتكتب كذا كذا كذا، وبعد كده دان أو داناخ اللي هو ثم بعد كده هتكتب كذا كذا، تكتب بعد كده außerdem بالإضافة لده أنا عايز أقول لكم كذا وكذا وكذا. أو ممكن تقول ein weiterer Punkt ist، يعني نقطة كمان وهتكلم عنها. لو عايز توضح مثال ممكن تقول zum Beispiel، أو تقول das bedeutet das وتتكلم وبيجي بعدها Nebensatz. ممكن في الختام تقول abschließend möchte ich sagen das وبرضه Nebensatz. فأنت بتقسم النص بتاعك بالترتيب، بتبدأ بجزء وبعد كده تكمل البادي وبعد كده بتنهي في الآخر. كل ده انت بتتعلمه في البي اينس واحده واحده بالتفصيل. فانا التحدث ازاي انميه، ازاي اطور الديسكوسيون عندي او الكونفرسيون، اقعد اوصف كل يوم عملت ايه بالظبط، احفظ شويه جمل كامله بدل ما احفظ شويه كلمات. حاول انك انت كل حاجه بتشوفها بعينك حاول انك توصفها بالالماني، وما تنساش انك تسجل نفسك فويس نوت عشان تلاحظ التغيير شويه بشويه في الكلام بتاعك. هتلاقي انك انت بعد شويه لا الكلام بقى احسن واحسن واحسن. بالنسبه للهجات في التحدث، المانيا فيها لهجات كتير قوي زي بافاريا وسوابي والساكسوني وهكذا وهكذا زي مصر بالظبط. بس اغلب الالمان بيتكلموا الهوخ دويتش اللي هو الالماني الفصحى. لكن انت لو سمعت لهجه غريبه عن الالماني الفصحى برضه بتتعلم انك انت تفهمه من السياق نفسه بتاع الكلام. وهنا نبقى خلصنا مستوى بتاع البي اينس، وقلت لكم معلومات كتير عليه في الفيديو. لسه بقى قدامنا الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن المستويات الوحش اللي هي البي 2 والسي اينس. هنبدا بقى نتكلم عن المستويات المتقدمه في الالماني شويه. لو انت استفدت بالفيديو وعجبك ما تنساش يا صديقي الدعم باللايك والشير والسبسكرايب. موقع بتاع اوفجيتس اكاديمي سايبه لك في الديسكربشن، خد
فكره منهم، لانه بياخدوا كورسات كويسه جدا، بيعملوا عروض حلوه. لو عندك اي اسئله ما تنساش تسالها في الكومنتات. لو عندك اي افكار لاي موضوع جاي في المستقبل برضو حط في الكومنتات، لان انا باخد الافكار المواضيع منكم انتم. اكتر موضوع بيبقى مطلوب هو ده الموضوع اللي بتكلم عنه. شكرا على المشاهده الجميله، اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جايه. سلام احسن ناس.